السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل النهارده مكرونه بلبن. سلقنا المكرونه كده زي ما انتم شايفين، سلقناها كويس جدا، ومعايا كوبايه ميه هحط فيها معلقتين من النشا كبار، وهبدا ان انا اقلب الميه في النشا كده مع بعض كويس جدا. وبعد ما هقلب الميه على النشا، معايا على البوتاجاز كيلو من الحليب او كيلو من اللبن على حسب ما بتسموه. هحط في الكيلو اللبن ده كوبايه ونص من السكر. هبدأ ان انا اقلب اللبن كده مع السكر كويس. معايا البيركس اللي انا هستخدم فيه المكرونة، هدهنه كده بالسمنة كويس جدا، وهحط حتة سمنة في او قطعة سمنة في الكيلو اللبن بتاعي او اللبن الموجود على البوتاجاز. وهبدأ ان انا احط فيه المعلقتين النشا اللي متدوبة في كوباية مية. وهو مش كيلو قوي، يعني هو زيادة عن كيلو. ف طبعا المقدار اللي انت شايفاه للمكرونة بتاعك مظبوط، تقدري طبعا تستخدميه. هبدأ ان انا اقلب لما يديني القوام اللي هو التقيل اللي هينزل على المكرونة اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. هبدأ بقى ان انا اقلب المكرونة بتاعتي في اللبن وفي المكرونة. هبدأ ان انا انزل بأي مكسرات موجودة عندي، اي مكسرات موجودة نقدر نشتغل بيها. اي مكسرات موجودة تقدري تحطيها، ما تقلقيش من اي حاجة. عندك حطي، مش عندك ما تحطيش، عادي جدا. هبدأ بقى ان انا انزل بالمكرونة. ما شاء الله شايفين اصلا القوام عامل ازاي في البيركس بتاعي اللي مدهون اصلا بالسمنة. ويا سلام بقى لو سمنة بلدي، وهحط كمان معلقتين سمنة على الوش كويس جدا، وهنا وهنا. وهبدأ بقى ادخلها في الفرن. هتاخد في الفرن من نص ساعة على حسب ما تحمر معاكي من تحت ومن فوق، وطالعة كده بتبقبق وزي الفل، وريحتها وشكلها في منتهى الجمال. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. فيديو سهل وبسيط ومكرونة سريعة قوي، وان شاء الله التجربة ممتازة. والسلام عليكم ورحمة الله.